مثل بيقولك ايه؟ اكسر للبنت ضلع عشان يطلع لها ضلعين. يعني ايه؟ يعني عشان تبقى قوية وناشفة ومش اي كلمة تسمعها تروح وراها، علشان كده لازم يتقسي عليها وتتضرب ويبقى ايه الدنيا معاها صعبة عشان خاطر يطلع لها ضلعين، عشان خاطر تبقى قوية. تفتكروا الكلام ده صح ولا غلط؟ تعالوا نفكر فيها كده. مبدئيا البنت كائن بطبيعته كائن ضعيف وكائن لطيف وبيحب الكلمة الحلوة وكائن هادي. فهل تفتكروا الكائن ده الطبيعي ان احنا نتعامل معاه بقسوة وبحزم وبالدنيا تبقى صعبة عليه، ولا نتعامل معاه برقة؟ البنت لما تكون طبيعتها ان هي هادية وحنينة، يبقى لازم اتعامل معاها بالطريقة دي. دوري كأب وأم ان انا احافظ على حنيتها واحافظ على طيبتها وهدوءها. لكن لما انا اتعامل معاها بقسوة، هي هتبتدي فعلا تبقى ناشفة وقوية وكل حاجة، بس هتبقى ضعيفة من جوه، هتبقى رخوة من جوه، هتبقى فاضية. هتبقى الحب اللي هي بتدور عليه واللي هي محتاجاه مش هتلاقيه، هتبقى بتدور عليه بره غصب عنها. علشان كده ما ينفعش ان البنت اسيبها من جواها فقلبها فاضية. لازم اديها الحب والطيبة والحنية اللي هي محتاجاهم، اللي المفروض هم دول اللي يحافظوا على طبيعتها. تاني حاجة، البنت طبيعتها مع الأسف إن هي بتحب تسمع كلمة حلوة. هي بتحب ده، هي بتحتاج لده. وتقريبا كل الناس كده طبيعتها كده، بس هي البنت زيادة شوية بتتشد للكلمة الحلوة. طيب هل الطبيعي بقى إن هي لما بتكون بتتشد للكلمة الحلوة إن أنا أحرمها منها خالص وأكون قاسي عليها؟ ولا الطبيعي إن أنا أغذيها كتير قوي 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 بكلمة حلوة وبطيبة وبحنية علشان خاطر ما تدورش عليها غصبا عنها بره؟ طبيعي طبعا ان هي جوه البيت نكون بنغذيها وبنملاها حب، بنملاها كلام حلو علشان ما تدورش على الحب ده او ما تدورش على الكلمة الحلوة بره. هي مش هتكون بتدور على ده علشان خاطر هي وحشة او عشان خاطر هي بنت مش كويسة ولا عشان خاطر اي حاجة. ده غصب عنها، دي طبيعتها هي اللي بتشدها، طبيعتها هي اللي بتجرها للكلام الحلو اللي بتسمعه. فمع الأسف لما تكون الدنيا قاسية عليها ومفيش أي نوع من أنواع الحنية والحب ليها، بتبقى من جوه رخوة جدا وضعيفة جدا وما بتعرفش تميز ما بين الكويس والوحش، ما بين الكلام الحقيقي والكلام اللي بيضحك عليها. علشان كده بتتشد لأي كلام حلو. علشان كده لازم جوه البيت تكون شبعانة حب وشبعانة كلام حلو، علشان ما تتشدش لأي كلام بره. ساعتها هيبقى الثقة جواها من بابا وماما، من ناحية بابا وماما هتكون ثقة كبيرة. فلما يقولوا لها لا ده مش كويس، لا ده مش مظبوط، لا ده بيحاول يضحك عليكي، هتقتنع بسرعة لأن هي اوريدي شبعانة منهم، هي من جوه قوية بالكلام الحلو. البنت بتقوى بالكلام الحلو، بتقوى بالحنية، بتقوى بان احنا نكون حنينين عليها وطيبين معاها، مش العكس. العكس ده مع الحيوانات مش مع البنات. البنات بيحتاجوا حنية وحب. علشان كده نخلي بالنا قوي 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 من الأمثال اللي احنا بنسمعها. مش كل مثل نسمعه بيكون صح، مش كل حاجة احنا الناس بتقول لنا عليها بتكون صح، مش كل حاجة احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين صح. لازم نكون بنعرف نميز ما بين الكلام المنطقي، الكلام المظبوط، وما بين الحاجات اللي احنا اتربينا عليها ممكن متكونش مظبوطة، او الأمثال اللي بنسمعها او النصايح اللي ممكن نكون بنسمعها. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ميرسي واشوفكم الفيديو الجاي.